السلام عليكم. من غير اي مقدمات ندخل في الموضوع على طول ونقول خطة القناة ل 2023. ان شاء الله يا جماعة في الفيديو ده هنتكلم عن 6 حاجات. اول حاجة هعرفكم بنفسي كم معلومة صغيرين كده. تاني حاجة هنعرف محتوى القناة. تالت حاجة هنعرف الهدف من انشاء القناة. رابع حاجة هنعرف نظام القناة. خامس حاجة هنعرف شكل الفيديوهات، وسادس واخر حاجة هنعرف نظام الفيديوهات. طيب اول حاجة هعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي ملك، في تانية ثانوي لغات، مصرية وعايشة في مصر عادي، وانا مسلمة. دول الأربع معلومات اللي انتوا محتاجين تعرفوها عني، بس ولا أكتر ولا أقل. طيب نيجي لتاني حاجة وهي محتوى القناة. بصوا يا جماعة، صلوا على النبي. أنا هقدم لكم حاجات كتير قوي على القناة، تمام؟ فأنا ما لقيتش حاجة تجمع بين كل ده غير تطوير الذات. خلاص، يبقى وانا هعمل لكم كام مثال قدامكم دلوقتي. ممكن توقفوا الفيديو وتقروهم براحتكم، ده مجرد مثال بس عشان ايه توصل لكم الفكرة. لكن انا هقدم حاجات كتيرة قوي على القناة. تمام، يبقى كده عرفنا محتوى القناة هو تطوير الذات. طيب نيجي لتالت حاجة وهي الهدف من إنشاء القناة. بصوا يا جماعة، أنا قصدي إن أنا أتكلم عن محتوى القناة الأول قبل ما أتكلم عن الهدف من إنشاء القناة، لأننا هنستنتج حاجتين. أول حاجة إن أنا هقدم لكم أي حاجة أنا أعرفها، أو ليا خبرة فيها، أو ليا تجربة فيها، أو متعلماها، أو ليا علاقة بيها عامة، يعني إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة. فبالتالي اي حاجة هنزلها على القناة هتبقى مضمونة جدا وثقة. تمام. طيب يبقى كده هدفي من القناة ايه؟ ان انا اسيب اثر ليا كويس في الدنيا عن طريق ان انا افيدكم في الحاجات الكتير اللي عندي. تمام. فبالتالي انا مش هنزل لكم اي حاجة فيها ضرر ليكوا او اي حاجة تأذيكوا. تمام. يبقى ممكن من الاخر كده تقولوا انها صدقة ليا. يبقى كده عرفنا اول 3 حاجات. ندخل على رابع حاجة وهي نظام القناة. مبدئيا كده حد هيسألني يقول لي هو انتي ليه عاملة خطة ل 2023 والسنة قربت تخلص خلاص؟ ما هو بصوا، صلوا على النبي، انا مش هعمل الخطة دي من اول السنة لاخرها. انا عاملاها من يوم ليوم، يعني من 26/10 مثلا ل 2023 ل26/10 2024 وهكذا. يعني كل 26/10 هنعمل خطة جديدة للقناة. حد هيسألني سؤال تاني، معلش هو ليه 26/10؟ عشان ده اليوم اللي انا اتولدت فيه. يعني كل 26/10 انا بكبر سنة، فحبيت ان يكون ده يوم مميز للقناة زي ما هو يوم مميز ليا. تمام. طب واحنا ليه اصلا محتاجين نعمل خطة جديدة كل سنة مع اننا عملنا واحدة خلاص؟ ما هو بص يا حبايبي، انا مش هقدم لكم كل حاجة مرة واحدة السنة دي. يعني انا السنة دي في حاجات انا شايفة نفسي ان انا اقدر ان انا اقدمها لكم، فهقدم لكم حاجات معينة السنة دي. السنة الجاية هضيف على الحاجات المعينة دي شوية كمان، وهكذا كل سنة هنضيف على باقي السنين شوية كمان. خلاص، شوية حاجات يعني من انا هقدمها لكم على القناة. تمام. طيب يبقى انا كده محتاجة ان انا اجدد النظام كل سنة. خلاص. طيب وبما اني هقدم لكم حاجات كتيرة قوي على القناة، فانا هعمل لكم قائمة تشغيل لكل حاجة لوحدها. يعني مثلا هعمل لكم رسم، فهقدم قائمة تشغيل للرسم. هقدم مثلا نصايح، فهعمل لكم قائمة تشغيل مثلا نصايح للبنات وهكذا. تمام. طيب كده عرفنا اول 4 حاجات، ان هو عرفتكم نفسي. تاني حاجة اتكلمنا عن محتوى القناة. تالت حاجة عرفنا الهدف من انشاء القناة. ورابع حاجة عرفنا نظام القناة. نيجي بقى لخامس حاجة وهي شكل الفيديوهات. بصوا يا جماعة، صلوا على النبي، الفيديوهات هتبقى بصوتي بس. هعمل لكم زي دلوقتي كده، هحط لكم خلفيات واكتب عليها اختصار الكلام اللي انا بقوله. تمام. والفيديوهات هتبقى طويلة قصيرة على حسب الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. تمام. يبقى كده بالنسبة لشكل الفيديوهات. طيب نيجي للسادس واخر حاجة وهي نظام الفيديوهات. لو تفتكروا في الاول ان انا قلت لكم ان انا في تانية ثانوي، يعني انا طالبة، يعني في دراسة، في امتحانات، في اجازة وهكذا. تمام. فنظام الفيديوهات هتبقى على ال3 حاجات دول. خلاص. اول حاجة في الدراسة هيبقى فيه فيديو اسبوع واسبوع لا، هنخصصه يوم الجمعة. يبقى كده جمعة وجمعة لا، ده في الدراسة. في الامتحانات بقى انا مش هنزل لكم فيديوهات خالص. تمام. طيب في الاجازة احنا براحتنا بقى ننزل بقى كل يوم، يعني براحتنا خالص. تمام. بس الاساسي هنزل لكم فيديو كل جمعة. خلاص. يبقى كده في الدراسة هنزل لكم جمعة وجمعة لا. في الاجازه الاساسي هنزل لكم كل جمعه، بس ممكن ننزل يوم ويوم، ممكن ننزل 3 ايام في الاسبوع وهكذا. تمام. طيب وان شاء الله بقى في الاجازه نظبط القناه كده، نعمل شعار للقناه ونظبط الدنيا. تمام. طيب كده خلصنا ال6 حاجات اللي احنا قلنا عليهم. طيب نيجي بقى، عايزه اقول لكم كام حاجه كده. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن المعنى الحقيقي لتطوير الذات، وده اللي هو محتوى القناه اصلا. تمام. طيب حاجه كمان، ان انا ان شاء الله الرابط بتاع الفيديو ده والرابط بتاع الفيديو الجاي ان شاء الله دول هيبقوا ثابتين في اي فيديو هنزلهم بعد كده، لانهم فيديو مهمين جدا للقناه. خلاص. طيب عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان انا شخصيه بحب
التنوع والتغيير والتطوير، فعشان كده هتلاقوا قناتي متنوعة جدا، وهتلاقوني ان انا بغير حاجات كتيرة قوي لو شايفة ان هي تبقى احسن، واكيد في تطوير. طيب بس يا حبايبي كده خلصنا الفيديو النهاردة، ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن تطوير الذات، وبس كده، يلا سلام عليكم.